السلام عليكم حبايبي تلاميذ الصف الرابع. هكمل معاكم مراجعة المتميز، حليناها على 3 فيديوهات. هكمل معاكم النهاردة ان شاء الله السؤال الاخير اللي هي الاسئلة الكلامية. وطبعا زي ما انتم عارفين لازم يجي في الامتحان سؤال من الاسئلة او سؤالين من الاسئلة الكلامية، والمفروض ان احنا نحلها. فنبدأ مع بعض كده. بسم الله. قرأت هناء 6 صفحات خلال اسبوع، وقرأت سحر 3 أضعاف، يعني بضرب في 3 ما قرأته هناء في نفس الأسبوع، فما عدد الصفحات التي قرأتها سحر؟ المفروض لما باجي أحل سؤال زي ده هو بيسأل بيقول لي فما عدد، أنا بشيل فما دي وبكتب عدد الصفحات بيساوي هناء قرأت 6، سحر قرأت 3 أمثالها أو 3 أضعافها، فبضرب 6 في 3 ب 18 صفحة. السؤال رقم 2، إذا كان مقياس التدرج للتمثيل بجانب النقاط هو 10، وكانت نقطة البداية على خط الأعداد 5، فما هي النقطة التالية؟ مقياس التدرج يعني كل مرة بزود 10، ف5 أقول له كده النقطة التالية، هقول له 5 بجمع عليها 10 يعني بيساوي 15. تمام. صورة مربعة الشكل طول ضلعها 8 سنتي. إذا أراد حسين صناعة قطعة من الزجاج لتغطية هذه الصورة، نغطيها يعني عاوزين مساحتها، فكم تكون مساحة القطعة المستخدمة؟ مساحة المربع، القطعة المستخدمة بيساوي مساحة المربع اللي هي طول الضلع في نفسه، أنا بكتب لك القانون، اللي هي بيساوي 8 في 8 ب64 سنتيمتر مربع. السؤال رقم 4، صندوق يحتوي على 8 كرات خضراء، وكان عدد الكرات الصفراء بالصندوق يساوي 4 أضعاف، يعني بضرب في 4 عدد الكرات الخضراء، فما عدد الكرات الصفراء؟ أنا هشيل فما واكتب عدد الكرات الصفراء في الإجابة، بشيل السؤال أو أداة السؤال، فبقول له عدد الكرات الصفراء بيساوي 8 في 4 ب32 كرة. سؤال رقم 5، صالة الألعاب الرياضية مستطيلة الشكل يبلغ طولها 7 سنتي، عرضها 4 متر، أوجد محيطها اللي هو محيط المستطيل بيساوي الطول زائد العرض، وبضرب الكل في 2، يعني بجمع الطول على العرض وبضرب في 2، فبقول له 7 زائد 4 في 2، 7 زائد 4 11 في 2 ب22 سنتي، لا متر ومتر يبقى متر طبعا، ب22 متر. ناخد بالنا من الحتة الصغيرة دي. نكمل مع بعض. سؤال رقم 6، سجادة على شكل مستطيل مساحتها 20 متر وعرضها 4 أمتار، أوجد محيطها. لما باجي أوجد طبعا بقول لي سجادة على شكل مستطيل مساحتها 20 متر عرضها 4، أوجد محيطها. طب أنا عشان أجيب المحيط، احنا لسه كاتبين دلوقتي المحيط بيساوي الطول زائد العرض في 2. تمام. طب هنا العرض فين؟ الطول مش موجود. طب هجيبه منين؟ هجيبه من المساحة. انت عارف ان مساحة المستطيل بيساوي الطول في العرض. تمام. طيب هنا عطيني العرض طالب الطول، عطيني المساحة وعطيني العرض طالب الطول، هقول له الطول بيساوي المساحة على العرض، يعني 20 على 4. 20 على 4 بيساوي 5 سنتيمتر. ده مين؟ ده الطول. هنا بقى بالسهل خالص هجيب المحيط، هقول له 5 زائد 4 في 2، 5 زائد 4 9 في 2 ب18 سنتيمتر. ده مين؟ ده المحيط. تمام. وعليكم السلام. طيب السؤال رقم 7، أكل أيمن 4 ثمرات من التين. طيب نكمل مع بعض. أكل أيمن 4 ثمرات من التين في الصباح، وأكل شقيقه
3 أضعاف العدد، يعني هضرب إيه 3 في 4. فما هي عدد ثمرات التين التي أكلها شقيق أيمان؟ سهل أوي، هقول له عدد الثمرات بيساوي 4 في 3 ب12 ثمرة، لأن هي تين أو تينة. مع لارا قطعة قماش طولها 20 متر، تريد تقسيمه إلى 5 أجزاء متساوية. تقسيمه يعني أنا دلوقتي هقسم 20 على 5 عشان أجيبهم 5 أجزاء متساوية. فما طول كل جزء بالسنتيمتر؟ هنقسم، طالما قال تقسيم يبقى اسمه، فهقول طول كل جزء بيساوي 20 على 5 على 5 أسفة، بيساوي 4، بس 4 إيه؟ متر. طيب هو طالبها بالسنتيمتر يا مس، فهقول له ال4 متر دي أضربها في 100 عشان أحولها لسنتي، ب400 إيه؟ سنتيمتر، لأن أنت عارف إن المتر بيساوي 100 سنتي. تمام؟ تمام. في المستعمرة يجمع النمل 950 جرام من الطعام، فإذا استهلك النمل 25 جرام في اليوم الأول و37 جرام في اليوم الثاني، فكم جراما يتبقى من الطعام؟ هجمع اللي أكله في اليوم الأول على اللي أكله في اليوم الثاني وأطرحه من 950 إيه؟ جرام. يبقى هكتب هنا ما تبقى من الطعام بيساوي 950 أهي، هنقص منها 25 زائد 37، فيبقى 950 ناقص 5 و7 12، 2 وبطلع بالواحد، 1 و2 3، 3 و3 6، ناقص 62. هطرح، هقول له 0 ناقص 2 مش هينفع، هروح استلف من الخمسة هتبقى 4 والصفر هيبقى 10. 10 ناقص 2 هيتبقى 8. 4 ناقص 9 برضه 4 ناقص 6 مش هينفع، هستلف من التسعة هتبقى 8 والأربعة تبقى 14. 14 أما أشيل منها 6 هيتبقى 8. 8 أشيل منها صفر تبقى إيه؟ 8. 888 إيه؟ جرام. أوجد العامل المشترك الأكبر للعددين 30 و 40. هحلل العددين. تمام. 30 هتبقى 3 في 10. بصوا حللها، 30 3 في ايه؟ في 10 اهو، 3 في 10. ال10 حللها تبقى 2 في 5، يبقى 30 3 في 2 في 5 اهي، 3 في 2 في 5. طيب ال40 نفس الكلام، هحتاج احللها فوق هنا كده اهو، 4 في 10. ال4 2 في 2 وال10 2 في 5. هنا ال40 هتبقى 2 في 2 في 2 في 5، هتبقى اهي ال40 هتبقى 2 في 5، احطهم تحت بعض وهضرب في 2 في 2 التانيين واقول له بيساوي. انا عايزه اجيب مين؟ عين العامل المشترك الاكبر اللي هو عين ميم الف. باخد المشترك بس يا شباب اللي هو ايه؟ الخمسة والخمسة هاخد منها 5 واحدة، والاتنين والاتنين هاخد منها 2 واحدة، يبقى عين ميم ألف اللي هو بيساوي 10. وممكن أقوم قايلة على طول 30 هتبقى 3 في 10، وال40 هتبقى 4 في 10، وال10 هي مشتركة ما بينهم. تمام. حجرة مربعة الشكل طول أحد جوانبها 4 متر، فما مساحة أرضية الحجرة بالمتر مربع. هي مربع، مساحة المربع اللي هي مساحة الحجرة، ممكن اكتبها كده، مساحة الحجرة المربعة بيساوي طول الضلع في ايه؟ في نفسه، يعني 4 في 4 بكام؟ ب16 سنتيمتر مربع. لا متر، اسفة طبعا متر، ناخد بالنا، مربع. السؤال الأخير هنا عندي تمثيل بياني بالنقاط 10 15 20 25 30 35 درجات التلاميذ في مادة العلوم. دي الدرجات اهي، والاكس بتمثل، ناخد بالنا 2 تلميذ، كل اكس من دي تمثل 2 مع عدد التلاميذ الحاصلين على 25 درجة. فين ال25 اهي؟ كم تلميذ؟ هي الاكس ب2، ادا 1 2 3، يعني 2 في 3 ب6، 6 تلاميذ.
ما الدرجة التي حصل عليها أكبر عدد من التلاميذ؟ أكبر عدد اللي هو أكبر عدد من النقاط، هنا كام؟ 4. أكبر درجة اللي هي 35. ما الفرق بين عدد التلاميذ الحاصلين على 30 اهو كام هما؟ 1 2 3 3 في 2 ب6، الحاصلين على 30 يبقى 6 6 ناقص، والحاصلين على 15 واحد بس، الاكس ب2، خد بالك انا بحسب الاكس ب2، يبقى 6 ناقص 2 هيساوي 4 تلاميذ. ده الايه؟ الفرق بيساوي. انتهت الأسئلة مع أطيب الأمنيات بالنجاح والتوفيق. ربنا يوفقكم رب العالمين، وانتظرونا إن شاء الله في مراجعات كتير لحد الامتحان. ربنا يوفقكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.